صباح الخير على كل اللي موجودين. فاضل 10 دقايق على الفجر. اكيد كلنا عارفين ان المطبخ مش للاكل للطبخ والصواني والطواجن والدوشة دي بس. اكيد لازم نستعد للفجر الصبح، وده بيبقى اجمل استعداد بصراحة. الصباح بدري ده، صباح الفجر ده بيخلي اليوم كله بركة، وبيخليكي تعملي حاجات كتير. حتى لو انت بتشتغلي هتخلصي وهتروحي شغلك وهترجعي وانت مرتاحه ان انت موضبه حاجتك كلها. انا حالا بجهز كوبايه نسكافيه مع بسكوت طبعا بتاع العيد. كل سنه وانتم طيبين. اصلي الفجر اول ما يبدا ان شاء الله، وبعدين اصحي بنتي اللي عندها دروس بقى للثانويه العامه. ربنا يعين كل طلبه الثانويه العامه ويكرمهم. بس عايزه اقول لكم ان انا كنت متعوده من زمان اصحى متاخر. خدت كام سنه اصحى فيهم بدري. لقيت الفجر ده حاجه ملهاش حل، حاجه بركه كده من عند ربنا، حاجه النبي عليه الصلاه والسلام علمها لنا. بس حاجه سحر. يوم بيبقى سحر، يوم بيبقى ممتع، وبتخلصي فيه وبتبقي مبسوطه، وبيبقى معاكي بقيه اليوم كمان تعملي فيه حاجات كتير لو حابه تخرجي حتى. انا بعمل نسكافيه بصراحه هو جوايا يعني بحسه اخف من البن شويه، بس بحاول اخفف منه برضو الايام دي، ما اخدش منه كتير. والسكر بنقلله. ميه مغليت. معانا احلى كوبايه نسكافيه. يلا بينا نفطر ونقول يا رب صباح مليان بالخير والسعادة والبركة والهنا وراحة البال لكل اللي سامعيني وكل اللي لسه هيسمعوني لو سمعوني صدفة. يجعلوا يوم سعيد علينا جميعا، وفجر مليان بالخير على بلادنا كلها. يبعد عننا الحروب ويعم السلام، ويبعد عننا الدمار، ويهدينا جميعا للخير. ويلا بينا ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويجعلوا يوم نادي عليكم جميعا. واللي وصلت معايا لحد هنا او وصل معايا لحد هنا، اخ كريم او اخت كريمه، شرفوني معايا في القناه، ونتواصل دايما وتبقوا معايا دايما في يومياتي. صباح الخير عليكم جميعا، يوم جميل على الجميع.